يلا بينا نعمل غدا مش هيكلفنا غير 50 جنيه. طعمه حلو جدا وهيبسط الولاد وهناكل وحاجة حلوة. مش معنى ان احنا هنعمل غدا ب50 جنيه ان احنا نعمل اي كلام. هجيب الكبة بتاعتي، هحط فيها بصلاية وهحط فيها فلفل سبايسي وفلفل بارد، ملح وفلفل اسود، وهحط رشة من جوز الطيب. اللي عايز يحط بهارات غير كده يحط، بس انا بالنسبه لي كده كويس قوي. هبتدي اضربهم في الكبه لما يبقوا ناعمين، وهنزل باللحمه بتاعتي شويه بشويه عشان اللحمه تتسمغ مع البصل والفلفل الاخضر. بصوا يا جماعه، هي اكله سهله وبسيطه وطعمها حلو، مش هناخد 10 دقايق، هنخلصها بسرعه. وقد ايه طعمها جميل وقد ايه هنبقى مبسوطين واحنا بناكلها. فرمت هنا اللحمه مع البصل والفلفل، وهبتدي اخرج الكبه بتاعتي والسكينه. خدوا بالكم عشان السكينه بتاعت الكبه بتبقى حاميه ما تعوركوش. وهبتدي اشكل اللحمه بتاعتي على ايد شوكه، على ايد معلقه، على اللي هي الستيكس بتاعت الشيش طاووق اللي عندك استخدميه. انا استخدمت لكم ابسط واسهل حاجه، مفيش بيت ما فيهوش شوكه ولا معلقه. هبتدي اصبعها كده واحطها في حاجه جنبي. هخلص الكميه وهاخدها وهروح بيها على البوتاجاز. سهلة قوي وبسيطة قوي، وزي ما قلت لكم مش هناخد 10 دقايق. وهنا حاطة الجريل بتاعتي على البوتاجاز تسخن. ما عندكيش الجريل ده استخدمي صينية، استخدمي مقلاية، اي حاجة انت عايزة تستخدميها استخدميها. حطيتها سخنة جدا، حطيت عليها رشة من الزيت ومسحتها كويس، وهبتدي انزل بصوابع الكفتة بتاعتي. النص كيلو لحمة عمل لي كمية حلوة قوي. مهم النار تكون عالية عشان الكفتة بتاعتي ما تنزلش السوائل بتاعتها وتنشف ويبقى طعمها مش حلو. اول ما اخدت لون انا شقلبتها على النار الناحية التانية زي ما انتم شايفين كده. واول ما اخدت لون من الناحية التانية كنت مقطعه لها فلفل وبصل وطماطم من غير قشر، وحطيت لها شوية من الفلفل الاسود ونص كوباية من المية، وههدي النار. لازمه الميه ان هتخليها لي جوسي وطريه. الخضار انا مش عاوزاه مستوي قوي، عايزاه يقرمش عشان ناخد بقى ونحط على المكرونه وناكل. حلو جدا. ونزلت عليهم بمعلقه كبيره من الصويا صوص الغامقه. لو ما عندكيش صويا صوص ولا اي مشكله، ما تعمليش فيها اي حاجه. على الناحيه التانية كان عندي عين عليها ميه بتغلي، نزلت فيها بالمكرونه بتاعتي. كنت جايبه ب10 جنيه مكرونه وسبتها تتسلق. انا ما بحطش في الميه ولا ملح ولا زيت. وهنا على العين التانية والمكرونه بتتسلق عادي، حطيت حله حطيت فيها شويه زيت، ونزلت فيها بمعلقه كبيره من الثوم المفروم عشان تاخد نتيجه حلوه للثوم على نار هاديه، يديكي لون ذهبي كده ومقرمش وجميل وما يتلسعش منك. وهنا انا كنت عامله صلصه جاهزه، نزلت بمج كبير من الصلصه. لو ما عندكيش صلصه هتنزلي بعصير طماطم عادي جدا. البهارات بتاعتي اللي انا استخدمتها ملح، فلفل اسود، رشه من السكر، وفلفلايه سبايسي، ومكعب مرقه بينقلها في حته تانية خالص. رشه السكر يا جماعه مهمه عشان ما يبقاش فيه حموضه على الطماطم ما تتسبك بقى. يلا نعمل شويه دقه بقى ايه عالميين. حطيت توم ومعلقه من هريسه الشطه وفنجان من الخل وربع فنجان من الميه، شويه كمون وكزبره ناشفه، واخدت معلقتين من الصلصه اللي انا سبكتها للطماطم حطيتها عليها. دي المكرونه بتاعتي انا بسويها تسويه كامله، ما بحبش احط لها زيت عشان يخلي بيعمل كفر كده بين المكرونايه والصلصه، مش بيخلي المكرونه تشرب من الصلصه. وهنا خدت الصلصه بتاعتي حطيتها على المكرونه، هحطها على النار 5 دقايق بالظبط، بسخنها مش اكتر. بسوي المكرونه تسويه كامله وبنزلها على الصلصه يا دوب تسخن، وبطفي عليها بتبقى جوسي وطريه وحلوه جدا. الكفته بتاعتي اهي بعد 5 دقايق. اول الميه بتاعتي ما نشفت فضيت الكفته، طعمها حلو جدا. المكرونه هايله. خدوا من الدقه وحطوا على المكرونه وهتاكلوا احلى شويه مكرونه وكفته. غدا ما كلفناش 50 جنيه، ما وقفناش في المطبخ اكتر من ربع ساعه.
جربوه، انا واثقه ان هو هيعجبكم. ما تنسوش لايك وتكتبوا لي رايكم